والأخوات، لا تشكوا للحظة واحدة بأن هذه المرة الطريق سالكة نحو الانتقال الديمقراطي. لا تشكوا، ما تشكوش لحظة واحدة بأن القوات الإصلاحية ستنتصر. ماشي غتنتصر فقط، ولكنها ستنتصر بشكل مبهر وبشكل غير مسبوق. ولذلك يا كبير الكراكيز، يا كبير الكراكيز، يا كبير الدجالة، الدجال ديال الوقت، انت اللي كتقول بانه وزراء العداله والتنميه قلتي بانهم غيروا المساكن ديالهم، وقلت لهم في العرايش الا ما غيروش المساكن ديالهم انا ما بقيتش ولد خديجه. انا احتراما للامهات غادي نتناولك انت ايها الكركوز الكبير. الا انت راجل كيخصك تستقل، لان الاستاذ بن كيران ما غيرش المسكن ديالو. الا انت كلمه بحال اللي نعرف على الناس ديال الريف انهم كلمه، لكنه جيء بك لطمس التراث ديال الريف ولطمس التراث ديال عبد الكريم محمد الكريم الخطابي. اذا كنت راجل خصك تستقل، لانه الاستاذ بها في الوقت ديال الحياه ديالو ما غيرش المسكن ديالو. الا انت راجل ماشي كذاب خصك تستقل، لان الاستاذ العزمي ما غيرش المسكن ديالو. وإلا انت راجل ماشي كذاب خصك تستقل، لان الاستاذ عماره ما غيرش المسكن ديالو. نزيد لك يا كبير الدجاله ولا نوقف عند هذا المستوى؟ نزيد له. طيب قول لنا انت يا الحداثي يا المزور المزيف، كيفاش كتسمح اليوم بترشيح الام وابنتها والاب وابنه؟ قل لنا عن اي حداثه، اش من حداثه؟ علاش كتكلم؟ اش من ديمقراطيه؟ عن اي ديمقراطيه تتحدث؟ زيدوا. اسمع يا كبير الدجاله، اسمع. اذا انت حداثي قل للناس كيفاش كتزعم انك ممكن تقود الحكومه المقبله دون ان تترشح الانتخابات التشريعيه. قل للناس، اشرح للناس علاش هربت، لماذا فررت من الانتخابات التشريعيه. إذا أنت ديمقراطي كان كيلزمك أن تترشح اليوم وأنت